الطريق كله بالطريقة دي. بص يا رجالة، السمك مش عارف هيبان في الكاميرا ولا لأ، بس مليانة سمك، متروسة سمك يا جماعة. سمك معاهم قد إيه؟ هحاول أزوم عليه، مش عارف هيبان ولا لأ. معرفش السمك باين ولا لأ يا جماعة. يا نهار أبيض على السمك يا جدعان. باين السمك، شوف حجم السمك عامل إزاي. بوابه اهو، ما تقولش مش عارف ادخل، لا هتدخل في دور اهو، في دورين في الوش ده في الزاويه، وفي كام دور هنا وتقدر تفتح، وفي هنا في الزاويه برضو دوار، وفي هنا دوار، حاجات كده. خلاص، يبقى الفيديو ده فيه ميه عام مفتوح، ميه البوابه، والاساسي اللي احنا بنتكلم عليه ميه الكونتينر اللي هي دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، المحترمين الصيادين الطيبين، احسن ناس في الدنيا، تحياتي ليكم جميعا. النهارده يا جماعه، انا هكلمكم على ميه الكونتينر. انا كنت ناوي ان انا في الفيديو ده اعمل فيديو علفه مع ميه الكونتينر، بس لقيته هيبقى طويل، فخليها بقى ميه الكونتينر بس. ميه الكونتينر دي يا جماعه ميه واخده من النصرانيه، فرع رئيسي من النصرانيه، زيها زي اي فرع طالع من النصرانيه، داخل بسمكه كبيره وداخل بمكان كبير. بس الميه دي بتنتهي في مكان معين فبتقف، فممكن تقف الميه في بعض الاحيان، تركن ساعات، ممكن ترد. بس هي فيها سمكه كبيره وواكله على طول. خلاص، وبالليل مجرمه. ماشي، عشان تبقوا عارفين يعني بالليل ما نعرفش ايه اللي بيحصل في الميه، عيال صغيره. خلاص. الميه دي قريبه من بوابه، انا اتكلمت على ميه البوابه واتكلمت على ميه عم مفتوح، والميه الكونتينر دي جبت سيرتها وانا بتكلم على الميتين دول، فهي جنبهم بس ما وصفتهاش، بس ناس فهمتها. بالمناسبه ميه البوابه كان عليها بوابه خشب على الاسرائيلي، وكان في ناس تروح تلاقي البوابه مقفوله ما يعرفش يدخل، فلازم يلف عشان يخش من عند النصرانيه، فلف فيقول لا مش رايح. لا، ميه البوابه الخشب دلوقتي متشاله، البوابه الخشب دلوقتي متشاله، ومش هتلاقي واحد واقف لك على الامه كده يقول لك ما تدخلش، لا هتدخل، خلاص بقت سكه، ادخل. ميه البوابه بالمناسبه لما تبقى زايده انزل اصطاد. ميه البوابه لما تبقى زايده انزل اصطاد، انت قلبك زي الحديد، فيها سمكه تقيله يا جماعه. السنه اللي فاتت او اخر الموسم اللي فات كانوا صفوها، مش صفوها يعني، سحبوا ميه منها للمزارع ومش عارف ايه، هي عادي فيها زي بيحصل يعني، بس فضلت فتره خاسه. بالمناسبه فضلت فتره خاسه، هم ما صفوهاش ياخدوا السمك، لا هم يعني بيسحبوا ميه فما دخلهاش ميه، قاطعين من ناحيه ما اعرفش، المهم يعني فضلت فتره خاسه. بس هي زايده دلوقتي والسمكه دخلتها، انا كنت هناك وشفت بعين السمك حاجه تخوف. تمام، بس وهي زايده حلوه، هي خاسه بتبقى رخمه شويه، الا اذا لقيت دور يعني غويط شويه او دور محوش ميه، تقدر تاخد سمكه من ايه، من الغويط. ميه عام مفتوح كفافي فوق الربع، ربع فوق الربع، بتديك سمكه تقيله غلطات. تمام، بس مسليه وسريعه على طول. ميه الكونتينر اللي انا بتكلم عليها وهوصفها النهارده جايبها لكم من ورا بقى، من ورا من عند النصرانيه، من عند البيت الخرسانه ده، داخل بيك من عند كوبري علي سلامه ومدخلك الميه دي. خلاص، وبرده اديتك فكره عن ميه البوابه واخده منين، برده من ورا برده كمان. ودخلت عند ميه عم مفتوح، وهنا ربطت لك الدنيا ببعضها بحيث ان انت يعني تركب الايه الامور في بعضها وتفهمها. وبرده انا عامل لوكيشن لميه الكونتينر، وده انا ما بحبش اللوكيشن ده يا جماعه، والله بيتوه. بس برده اللي عايزه هيكلمنا على الواتس 010 645 3005، كلمنا على الواتس، انا هحاول اديله اللوكيشن بس كده مساعد مع الوصف، انما اللوكيشن لوحده والله ما هتوصل، مش هتوصل. خلاص يعني بنسبه كبيره مش هتوصل. خلاص، لانها في ميه في مكان لولبي ورخامه كده يعني. خلاص. المهم، نرجع بقى. ميه الكونتينر دي فرع من النصرانيه، فرع رئيسي، ميه جميله يا جماعه، ميه محترمه. الادوار فيها قليله، فيها ادوار ناس عاملاها كده بتنزل تقعد تحت، تصطاد وانت فوق على الجرفه. فالعود اللي هيبقى معاك عود 3 متر 33 63، تمام، علشان تبقى قاعد مرتاح ترمي كويس. العود يكون خفيف والعده تكون خفيفه، والسمكه هناك بتاكل على البر، يعني انت لما ترمي على الجرفه السمكه هتطلع تاكل من على الجرفه، يعني انت هتنزل بطول قد كده اهوت على الجرفه، السمكه هتطلع تاكل منك. ميه غويطه، يعني انت تقدر تعمل وش بره ووش جوه. السمكه بتاعتها بتخطف. تمام، فيها سمكه كفافي وفيها سمكه بليمي، بس البليمي يعني
مش كتير بقى، بيضه بقى، هي تبقى سمكه بيضه كده هتشغلك شويه، بس انت اول ما السمكه الكبيره تخش عليك انسى بقى، مفيش غير كبير. الكف بتاعها محترم، سمكتها تخينه، بيضه صاف، بيضه بيضه يعني عامله زي ميه البوابه كده. حلو حلو يا جماعه. خلاص، حافظوا على المكان. المكان ده جميل يا جماعه، والله انا بحاول ان انا بقدر الامكان اقول لكم على الاماكن اللي انا ما كنتش عايز اقول على المكان ده بالذات، لان المكان ده ممكن يحصل عليه مشاكل، مش مشاكل، ازدحام. فانا عايز اعرفكم ان هو المكان ده ما فيهوش ركنه، يعني في اولها ممكن، في اخرها ممكن، في النص في نزله البر الثاني مثلا بيبقى في نزله كده معديه البر الثاني، ممكن تلاقي مكان لعربيه اتنين بس. هي دي العيب الوحيد اللي فيها، وانا مش بعتبره عيب، انا هركن عربيتي بره وامشي على رجلي. ما احنا فاكرين العملاقه كنا بنركن عربيتنا في اخر الدنيا وتمشي على رجلك ايه حوالي كيلو الا ربع عشان توصل للميه. ماشي. فمفيش مشكله ان شاء الله. حافظوا على الميه، وما تقولوش ان الميه دي عشان هي ميه جديده انا وصفتها فيبقى هي دي اللي بتاكل بس وبقيه المواد ما بتاكلش. يا جماعه المواد كلها بتاكل. في بخه الايام ديت وكلام من ده، بس خلاص يعني هي بخه اونطه، يعني البخه بتاعت 8 دي بيبقى بتاكل برضو، السمكه بتاكل عن استحياء، بس بيبقى بس بتشاغل يعني، بس مش زي مثلا ايه، ما بتاكل بقوتها. الايام اللي جايه ديت السمكه هتاكل حلو احسن اكتر. وخففوا عدتكم، صغر سنك وظبط دنيتك. حلوه صغر سنك دي، فاكرين انا كنت دايما اقول لك الصوت بثلاثه ثلاثه ثلاثه. انا عارف، بس احيانا بيحكم عليك الوضع ان انت تتعامل بشكل مختلف بناء على التغيرات اللي بتحصل. السمكه النهارده عايزه سن صغير، هوب هتضيع سمكه، هتطلع سمكه. المهم ان انت تحاول تظبط نفسك حسب الميه. ما هي دلوقتي في حاجه، لو الميه السمكه فاتحه بقها حط لها ان شاء الله يا رب، تحط لها خطاف مفيش مشكله، هتخش وتاكل. انما هي قاعده بتلعب ومحيراك كده، لا صغر لها السن بقى، هنعمل ايه؟ احسن ما اقعد قدامها انام، لا انا هصغر لها السن. مره تبلع السن اخدها اطلع بيها، مره تشفشف تفور مني، المهم ان انا ما اقعدش انام كده. فاحنا نشغل نفسنا على الميه على حسب الوضع. يعني انا بعمل معايا كل السنون، باخد معايا 5 6 بوصات، كل بوصه بشكل معين، بوش معين، بتقل معين، بدنيا معينه، حسب الميه اللي بلاقيها قدام مني، حسب وضعها بكون نازل بالعودين اللي يناسبوا، عودين او 3 بنزل بيهم. خلاص. ان شاء الله رب العالمين ربنا يرضيكم. ركزوا في الوصف وحافظوا على الاماكن، وخلوا بالكم من الجو، وخلوا بالكم من الطرق، وخلوا بالكم من حاجتكم. وان شاء الله رب العالمين هحاول برضو اقول لكم على علفه اكتر من كام علفه برضو، ونحاول ان احنا نزود معلوماتنا عشان خاطر نقدر نصطاد. زمان يا جماعه كانت الميه كتير والبوابات مفتوحه على الترع الرئيسيه، دلوقتي عملوا بوابات على ده وبوابات على ده، والترع اللي كانت كلها طينه وخضار بقت مبطنه وبقت ما تعرفش هو ايه، قللوا الخير كده، ما تعرفش هو في ايه. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نلجا لاساليب نعوض بيها شويه الايه المعوقات دي، والناس اللي بالكهرب، والناس اللي عامله جوابي، والناس اللي مش عارف ايه، ما تعرفش الموضوع يعني. المهم الخير كتير والدنيا حلوه والله يا جماعه. انا رحت المزارع، الدنيا زي الفل وحلوه خالص. المزارع محتاجه صبر، محتاجه شغل على الميه، طول عمرها صعبه من ايام ما بدانا نروحها. كنا بنروح والله العظيم عربيه ميكروباص فيها 20 واحد، ونمشي الساعه 2 بالليل، حلو، ونصلي الفجر في ضمره في بلطيم، ونخش الميه وهي ضلمه، ونروح كلنا المغرب مفيش واحد معاه سمكه. لا كان فيه بوابات، ولا كان في حد بيكهرب، ولا كان فيه نقص في الميه، ولا كان فيه كميه صيادين كتير، ولا كان اي حاجه. كنا بنطلع كلنا ال 20 شنب، مفيش طول عمره مفيش. ال 20 شنب دول بيطلع ويرجعوا من غير ايه؟ من غير ولا سمكه. ارزاق، تمام، وظروف ميه وظروف وضع ميه. فالصياده في المزارع مش سهله. الناس اللي تروح ويقول لك ده الموسم انضرب، ده اللي مش عارف ايه، ده كاني ده ماني، يا عم هي صعبه. مش معنى ان انت في قلب المزارع زي ما الناس يقول لك ايه، ده لو جبت عيل صغير ونزل ويصطاد. مين قال لك الكلام ده؟ صيد المزارع صعب، صيد المزارع صعب جدا. يلا نشوف الوصف، ونشوف شكل الميه، والكل يطلع يصطاد بالتراضي وبالراحه وبلاش زحمه. وان شاء الله رب العالمين الناس هناك ما تضايقش من حد، ولو اتضايقوا منكم وقالوا لكم ما تصطادوش انا هقول لكم على مكان تاني. السلام عليكم. بصوا يا رجاله، انا هوصف لكم ميه النهارده من اخطر الميات اللي انا ما اتكلمتش عليها. ميه الكونتينر يا جماعه، انا كنت جبت سيرتها قبل كده بس ما وصفتهاش. في ناس بسيطه جدا تعرفها، في ناس وصفتها كده بشكل شخصي، فانا هوصفها لكم دلوقتي. هي فيها مشكله واحده بس، شايفين الطريقه عامله ازاي؟
مفيش ركنة، يعني ممكن تلاقي ركنة في الآخر، في الآخر خالص، وممكن تلاقي ركنة ورا، وكان مكان كده فاضي ممكن تلاقي فيه ركنة. غير كده لأ. إنما المية يا جماعة متروسة سمك، المية دي متروسة سمك يعني. أنا عارف إن في ناس هتزعل بس مش مهم. قريبة من مية إبراهيم نوار عشان تبقوا عارفين يعني برضو. أنا بس عايز أربط لكم الأحداث ببعضها، أوريكم بس المية الأول. تعالوا شوفوا المية يا جماعة، شوفوا شكل المية متروسة سمك يا جماعة، متروسة سمك. تعالوا نشوف الناحية التانية بس كده. طبعا مكان زي ده ممكن يوقف عربيتين ولا حاجة، بس مفيش أكتر من كده. الطريق كله بالطريقة دي. بص يا رجالة السمك، مش عارف هيبان في الكاميرا ولا لأ، بس مليانة سمك، متروسة سمك يا جماعة. سمك معاهم قد إيه، هحاول أزوم عليه، مش عارف هيبان ولا لأ. معرفش السمك باين ولا لأ يا جماعة. يا نهار أبيض على السمك يا جدعان. باين السمك، شوفوا حجم السمك عامل ازاي. فيها بقى تحت بقى، انتوا عارفين بقى السمكة الكبيرة ما بتطلعش فوق أوي يعني. يلا نمشي نكمل. طبعا مية كبيرة يا جماعة، تكفي ناس كتير. فيها أدوار وفيها أماكن ممكن تفتحها. شوفوا الدور عامل ازاي، شوفوا الدور عامل ازاي. يا نهار أبيض يا جدعان. فيلل. فيلل. بصوا يا رجالة، ده دور تاني أهو. بص 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 السمك، دور تاني يا رجالة. أنا طبعا هصور من على المية دي إن شاء الله فيديو سمك إن شاء الله يعني. أنا لسه أول مرة أجيها السنة دي يعني. هي قريبة من اسمه إيه، من الصوامع، وقريبة من علي سلامة، قريبة من كل حتة. والبوابة مية عم مفتوح، سجل الدور. طبعا في قدام حاجات بقى تانية. الطريق ده اهو، لو مشينا كده هنطلع على جامع القدس، ولو مشينا كده وكده هنطلع الكوبري بتاع إبراهيم نوار اللي على النصرانية. فهمتوها؟ يعني لو طلعنا كده في كده هنطلع على النصرانية هنلاقي مية إبراهيم نوار. يعني آخر الطريق ده هنمشي داخلة كده كده، وبعدين كده، وبعدين كده. تمام. ودي يا نهار أبيض على اللي جرب دلوقتي. المهم دي الصوامع باين عليها. هوريك الصوامع يا جماعة عشان تعرفوا إنها قريبة من الصوامع. أنا والله طالع النهاردة وأنا تعبان جدا على فكرة. يعني أنا بتكلم وأنا على آخري. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض يا جدعان، يا نهار أبيض على التدوين يا جدعان. يا نهار أبيض. بحب أنا الميات اللي بالشكل ده. شوف الدور معكر، أنا رميت شوية علف أنا أهو. الدور معكر إزاي. ما شاء الله، ما شاء الله. الصوامع هناك أهي. بص يا رجالة، الصوامع هناك أهي. أهي قريبة خالص. يلا يا جماعة، أنا هعمل فيديو سمك من عليها إن شاء الله وهيبقى تمام بإذن الله. هوصف لكم المية دي من عند البوابة من على طريق إسرائيلي، وهوصفها لكم من هنا برضه. تمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا رجاله، ده هو كوبري علي سلامه. طبعا علي سلامه عشان تروح كوبري علي سلامه الكوبري الرابع ده اهو، انت كده هتطلع الدولي. تمام. ومن هنا ومن هنا، يعني كده جاي من على الدولي وكده جاي من على الدولي. طبعا الطريق ده اتظبط فتقدر تمشي من عليه. تمام. كوبري علي سلامه، انا بدات من كوبري علي سلامه عشان ما اطولش الفيديو لان في وصف كتير. وعلي سلامه هتقدروا توصلوا بسهوله من خلال الفيديوهات، وانا هنوه على ده في الايه، في الشرح. المهم، ده كوبري علي سلامه. تمام. دي منطقه علي سلامه، جامع علي سلامه اهو. ودي الميه اللي بتوديك على الكوبري اللي هو بتاع الكوبري الخامس اللي هو بتاع النمل، وده برضه احنا هنحتاجه. طبعا احنا هنقف على الكوبري ده، او هنقف هنا، او هنقف هنا، او هنقف في اي اتجاه. المهم انا عايز ادخل الطريق اللي هو مقابل للكوبري. مفيش طريق مقابل لده، الطريق ده بيطلعك على الصوامع، مالناش دعوه بيه. انا عايز اللي بيدخلك المزارع. خلاص، هنمشي بقى على الطريق ده اهو. هنمشي ناخده لاخره، ما ندورش بقى ولا نفكر في حاجه ولا اي دخله بتودي على فين ولا منين، عشان بس ايه، نخلص ده على طول. تمام. هنمشي لحد نهايه الطريق. الطريق ليه نهايه واضحه، هتبقى واضحه جدا. تمام. هنلاقي حاجه سد في وشنا اهو. تمام. هنا دخله يمين وهنا دخله شمال. الدخله اليمين دي بتطلعنا على اماكن تانية، الدراويش وكلام من ده وحاجات كده والمتاهه. احنا عايزين ندخل الدخله دي اللي فيها ميه القدس. تمام. هندخل كده من هنا كده، وهنفضل نمشي. ما نفكرش في اي دخله بقى لا يمين ولا شمال، عشان خاطر ايه، نقدر نوصل الميه على طول. خلاص، احنا هنوصف ميه الكونتينر يا جماعه. هنوصف ميه الكونتينر اللي هي قريبه من البوابه وقريبه من ميه عم امين. خلاص. بص يا رجاله، جامع القدس اهو اتشهر، الناس كلها بقت عارفاه دلوقتي، حتى الناس اللي بتروح لاول مره يعني بتاخد فكره وبدات تعرف المسجد اهو يا جماعه. اهو ده المسجد اهو، قبه كده باينه من بعيد اصلا بيضه كده. خلاص. هنمشي من قدام المسجد، خدوا بالك يا جماعه، خدوا بالكم. هنمشي رمية على يمنا لحد ما نلاقي اخر اوضه على يمنا الناحيه التانيه اللي هي دي، عليها خدوا بالكم عشان هنطلع طالعه من بعدها، عليها برميل ازرق كده. انا كنت هناك من يومين، يعني البرميل الازرق موجود. هنمشي برضو رمية على يمنا، ميه على يمنا اهو، ميه على يمنا اهو، وهنلف ميه على يمنا وميه على يمنا لحد ما نلاقي ايه، البيت اللي زي ده اهو، مفيش غيره. وهنا هتلاقي اوضه على الشمال، ده اخر بيت، اخر بيت. بعد كده ما نمشي هنلاقي حته واسعه اهي. الموضوع سهل، هنلاقي حته واسعه اهي. تمام. السكه مكمله بس في طلعه هنا اهي، بعد الحته الواسعه دي، بعد اخر بيت تاني اهو. الموضوع واضح خالص، واضح خالص. اخر بيت اهو، مفيش حاجه تانية بعده، عشان بس ما تقولش ايه. وبعدين ده كله انت على مرمى بصرك، انت شايف كل حاجه، يعني مش هتقول لا نمشي شويه يمكن البيت ده يكون لسه قدام، لا مفيش الكلام ده، ده على طول اهو بعد الجامع بشويه صغير اهو. هنمشي بعده، هتلاقي كده ايه، حته واسعه وميه صغيره هنا وميتك كبيره زي ما هي ومكمله. تمام. وفي طلعه اهي، طلعه شمال اهي، طلعه شمال اهي. طيب لو انت مثلا نسيت وما خدتش بالك ورحت مكمل، هتلاقي الميه دي بتعدي بمعديه اهي، زي كوبري كده ايه، مش خرسانه، كوبري يعني معديه. كده انت غلط، كده انت غلط، يبقى ترجع عشان الدخله فاتتك. كلام واضح؟ يبقى بعد البيت اللي عليه البرميل الازرق، لو انت ماشي بالليل هتشوف اصلا الدنيا تبقى واضحه معاك. خلاص. هنطلع الدخله الشمال دي الطلعه ونلف. انا بشرح لك بالتفصيل اهو عشان ما تتوهش. هنفضل ماشيين. خد بالك بقى، هتفضل ماشي لحد ما تلاقي بيت هيبان قدامك وانت ماشي اهو. بيت اهو، بيت خرسانه كده وجنبيه سلم خرسانه، مفيش غيره اهو. طبعا الدخله ده اهي اللي بتطلعنا على النصرانيه، احنا مش عايزين الكلام ده، تعالى عند البيت. طب انا هروح فين بقى؟ خدوا بالكم بقى، هروح ميه الكونتينر في ازاي؟ ميه الكونتينر اهي، كونتينر اهي. بس انت مش هتعرف تدخلها من هنا ولا هتدخلها من هنا، ممكن على رجلك كده وبتاع، وممكن تقعد وتعمل ادوار يعني لا، انا مش عايزك تقعد على الوصله دي. لو حابب تقعد اقعد، بس هي مش هتكيفك، رغم ان هي لو اتعمل فيها ادوار واتظبطت غشيمه، لان محدش بيقعد هنا. بس انت ما تقعدش هنا، ولو عايز تقعد اقعد ماليش دعوه، بس يعني بقول لك هي دي كونتينر، هي دي كونتينر. هندخلها ازاي؟ مفيش دخله من هنا، هنمشي وننزل كده اهو. الطريق ده الشمال ده اهو، اهو البيت اهو قدام البيت بالظبط. هتبقوا داخلين كده وماشيين كده وماشيين ولافين مع السكه. يا نهار ابيض، هقول لك على معلومه ثانيه دلوقتي، معلومه ثانيه دلوقتي.
ده في ميه على يمين اهو بس ناشفه. الميه دي البوابه، الميه دي دخلت البوابه يا جماعه، عشان انا وصفت البوابه المره اللي فاتت وما وصفتش الدخله دي. دي البوابه، بس لو مشيت طوال هتلاقيها. طب انا همشي بيكم بس كده معلش وهرجع تاني. هنمشي اهي على يميننا اهي بدات بقى يبقى فيها ميه بقى وكل حاجه. ماشي، ادي البيت اهو. هنمشي شويه كمان، هنمشي شويه كمان، هنمشي اهو اهو. دي البوابه يا جماعه اهي، البوابه اهي. معلش برضو يبقى فيديو برضو تستفادوا منه عشان تبقى انت ايه. كل دي البوابه يا جماعه، كل دي ميه البوابه، كل دي ميه البوابه. تمام، لحد ما طلعت بره على الايه، على الاسرائيلي. تمام، وادي دخلت البوابه من عند الاسرائيلي وبتخشها بص من عند الكوبري الايه بتاع النمل اللي هو الكوبري الخامس اهو، اللي هو مسجد العزبيه. يبقى انا كده دخلت اهو. دي البياره، الناس اللي فيها هتفهموا. وادي دخلت البوابه اهي. تمام، دخلت البوابه. كان في بوابه هنا يا جماعه اتشالت، يبقى انا دخلت البوابه اهي بتاعتي اهي. دخلت البوابه بتاعتي اهي يا جماعه. ماشي، حلو الكلام، عشان بس يبقى الدنيا ايه واضحه لكل الناس. ماشي، ادي البوابه اهي. هنا الادوار، ودي ميه عم مفتوح. هتوه اوعى تتوهوا، ميه عم مفتوح اهي. حلو. ولو مشينا كده اهو، بص بقى انا هجيبك برضو هريحك. كل ده اعتبروا ان انا ما قلتوش، بس خد فكره. ميه الكونتينر اهي، يبقى ميه عم مفتوحه اهي، وميه البوابه اهي. حلو، وميه الكونتينر اهي. حلو كده. ننسى بقى القصه دي اللي انا قلتها، بس انا ايه هرجع اجيبك من الاول خالص من عند البيت. انسى اللي انا قلته ده خالص، بس انت خد فكره. هجيبك من عند البيت اهو يا جماعه. انا ولا كاني قلت حاجه. مشينا يا جماعه من عند جامع القدس ودخلنا الدخله الشمال وجينا لعند البيت. اللي انا قلته من شويه ده انساه خلاص. هندخل كده، دخلنا كده اهو ولفينا مع السكه. خلاص، ولفينا مع السكه. هنمشي قلنا دي البوابه. هنمشي لحد السكه، يعني بعد تالت حوض او رابع حوض. تالت حوض، ده الحوض الاولاني. عامه انت هتميزها، هتمشي هتميزها. سكه باينه اهي، اهي. اللي فات ده كله قواطيع مش باينه، باينه انها مش سكه. انت هتبان اول سكه شمال هتدخلها بعد ثلاث حوض وتبدا تلف. حلو، وبعدين هتلف كده. دي الميه اللي قلت لك عليها، ما عايز تقعد اقعد، ما تقعدش والحركات دي. تمام. الكونتينر اهي. هنلف بقى اهو. دي الكونتينر يا جماعه اهي، دي الكونتينر. طبعا بصوا يا جماعه عشان تبقوا انتوا عارفين، هي فيها بس مشكله الركنه. مشكله الركنه يعني انت ممكن تركن عربيه هنا، عربيه هنا، عربيه هنا، وتمشي على رجلك. ماشي، تمشي على رجلك هنا. تمام. اه ممكن توقف في الدخله دي عربيه كده، فهي ده عيبها الوحيد. علشان بس الناس اللي هتروح تبقى عارفه. الميه دي انت هتروح بعينك وتشوف السمك بعينك معوم وبيضرب في الميه. والناس اللي عارفه الميه دي طبعا مصدقه على كلامي، لان الميه ديت مفيش غبار عليها. ده فرع من النصرانيه يا جماعه. انت لو تلاحظوا جاي منين، دي واخده من النصرانيه. يعني زي ما علي سلامه واخد فرع، دي كمان واخده فرع. بس الفرع ده ايه، نحد الكونتينر كده وواقف مخزنه سمك يا جماعه وملينا سمك. وانا كنت هناك من كام يوم، ما شاء الله ما شاء الله. انا مصور لكم الميه من الفيديو من على الميه، بس كنت الصبح وما عادش اصطدت. كنت ناوي اصطاد وما اصطدتش. قلت الف لفه كده لان في كام مكان برضه انا عرفته، هقول لكم عليه بعدين. خلاص. فميه الكونتينر دي انا كنت اتكلمت عليها قبل كده بس ما شرحتهاش. ميه الكونتينر يا جماعه، كونتينر اهي. هتفضل الكونتينر اهي، كونتينر اهي. كل ديت ايه، ده انا كنت واقف هنا في المكان ده اهو. كنت واقف في المكان ده اهو بصور لكم الفيديو. كنت واقف في المكان ده اهو يا جماعه بصور لكم الفيديو صح. خلاص، المهم ادي ميه كل دي ميه الكونتينر. ميه الكونتينر لحد ما تخلص اهي، خلصت. عايز تمشي كده البوابه. الدور ده جامد، وفي كام دور اتفتحنا اهو، ظبطوهم عشان ياخدوا ميه للمزارع، ففتحوا دوار، فتحوا اماكن واسعه كده. دي يا جماعه لما تبقى مليانه ميه هتاخد سمك تقيل يشد منك العود، وهي خاسه بتبقى رخمه. المهم، وادي ميه ايه يا عم مفتوحه اهي. في بوابه خشب نو، ما تزعلكش، عدي من جنبها، ما تخافش، محدش هيقول لك حاجه. الراجل هنا طيب. هتلاقي بوابه اهو، ما تقولش مش عارف ادخل، لا هتدخل. في دور اهو، في دورين في الوش ده اهو في الزاويه، وفي كام دور هنا وتقدر تفتح، وفي هنا في الزاويه برضو دوار، وفي هنا دوار، حاجات كده. خلاص.
يبقى الفيديو ده فيه ميه عام مفتوح، ميه البوابه، والاساسي اللي احنا بنتكلم عليه ميه الكونتينر اللي هي دي يا جماعه. خلاص، سلام عليكم.